ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم باقي فقراتنا في ليالي الشمس. افتكرتوا بابا عبده. شكل الطفل ده مش بيروح من بالنا، يعني أنا عن نفسي حافظة شكله بقى معانا وهو كبير، عايش بره مصر وجاي مصر كده شوية كام يوم، قلنا نستغل الفرصة ونسمع صوته الجميل. وائل سامي الخولي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ منورنا. الله يخليك بوجودكم. منورنا يا وائل. الله يخليك. انا عمال من ساعه ما دخلت اللوكيشن بشبي. نعم. هو الشكل ما اتغيرش؟ لا اتغير. لا نفس الملامح، هي نفس حضرتك ما خدتش بالك من الشعر كان عامل ازاي وراح فين؟ بس الملامح هي الله يخليك. وصوتك جميل على فكره. لو لاحظتي في الويلكم وائل متصور مع محمد عبد الوهاب. ايوه. ومتصور مع يعني مصطفى امين ولا علي امين؟ مصطفى امين. لا استاذ مصطفى امين. نعم نعم نعم. يوم عبد الوهاب ده، يعني استاذ عبد الوهاب، كان يوم بصراحه لا ما انساهوش. ايه احساسك؟ ايه احساسك كان؟ انا ما كنتش مدرك اللحظه وقتها، يعني كل اللي عملته اني طلعت غنيت اللي كنت حافظه. كنت طفل تقريبا، عندي مش عارف تقريبا 10 سنين تقريبا في الوقت ده، وغنيت قدامه يا وبور قول لي. كان عيد ميلاد الأوبرا الثالث على ما أتذكر، واتفاجئت برد فعله إن هو أول ما بدأت أغني كنت بدور عليه في الصالة، هو فين؟ كان المايسترو سليم سحاب، ده أبويا ومربيني يعني. بيقول لي أستاذ عبد الوهاب موجود في الصالة. كان في صورة برضه لسليم سحاب؟ طبعا. بس كان شعره أسود. كان شعره أسود. كان كل همي في الاول ان انا اشوف فين استاذ عبد الوهاب عشان اتابع يعني ايماءاته، بغني كويس ولا ما بغنيش كويس، احاول يعني اترجم لغه الجسد. يعني فين وفين في نص الغنوه لقيته، وهو ما كانش باين عليه اي انطباعات. طول الوقت كان قاعد عامل كده بس كده. فانت ما بقيتش عارف انا ما بقتش عارف. قلت هو لا خلاص. مبسوط من صوتك لا ولا مش عارف حاجه. قلت هخلص بقى وتيجي زي ما تيجي. فوجئت بعد ما خلصت اخر مقطع في الغنوه، كان قاعد جنبه استاذ احمد فؤاد حسن، فقال له قومني، وعمل ستاندنج اوفيشن، يعني قام وقف، وانا طبعا برضو مش مدرك اللحظه، مش متخيل. وكان المايسترو سليم متحمس جدا والى اخره، وقال لي عيد تاني. وبعد ما خلصت الاعاده قال لي تعالى بقى انزل لي، يعني فنزلت له في الاستراحه وسلم عليا وقال لي احسنت جدا يا حبيبي، يقول لي حفظت الغنوه ازاي؟ كانت غنوه ايه؟ كانت غنوه يا وبور قول لي. يا وبور قول لي رايح على فين؟ يا وبور لا انا اقول حاجات تانية. طب خلينا نفكر الناس بصوت وائل. طب يلا بينا نفكر. اوكي، بما ان احنا اتكلمنا بقى عن الاستاذ محمد عبد الوهاب. انت فين يا عم انت من زمان؟ ايه الابداع؟ هي الفقره ايه؟ لا ايه؟ لا بجد الصوت جميل جدا، اداء رائع جدا. الله يخليك. لا انت فين بجد؟ انت ليه اختفيت عن الساحه؟ ما هو لو حكيت الحكايه هنزعل الناس، مش عايزين نزعل الناس بجد والله. احنا محتاجين الاصوات الجميله دي. صوت جميل جدا يا وائل بجد والله. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. والاداء اكثر من رائع. انا قاعد رحت في حته ثانيه خالص. اتبسطت يعني. اتبسطت. طب بس دي اهم حاجه. طب عايزين نتبسط تاني. عارف يا دكتور ان نظره عينه هي لحد دلوقتي؟ مش قلت لك ما اتغيرش؟ نظره عينه ما اتغيرش، وضحكته ما اتغيرش، وميله الراس كده شويه. صح؟ الراس دي والله بحاول اعدلها بس. ايوه خدت بالي انا. لا بس بجد يا وائل والله صوتك اجمل، يعني الله يخليك يا دكتور. بص اجمل من اصوات كتير موجوده على الساحه. الله يخليك الله يخليك. يعني ليه حرام؟ ليه الصوت والموهبه الجميله دي ما تبقاش موجوده؟ عايزين اجابه ولا نسيب الاجابه؟ لا عايزين اجابه. طيب انا كنت حابب اكتشف حاجه جديده، وجربت حاجات كتير قوي، والحقيقه يعني تعبت جدا. انت عايش في سويسرا؟ انا عايش في سويسرا، وكانت صدفه بحته. يعني انا ما كنتش مخطط لا اروح ولا اقعد فتره كبيره ولا اي حاجه من الحاجات دي. وكانت ظروفي بالمقارنه بناس كتيره جدا مش وحشه. هنا انا كنت معيد في المعهد العالي للموسيقى العربيه، وكنت بحضر ماجستير
وكنت في نفس الوقت سوليست في الفرقه القوميه العربيه للموسيقى بقياده المايسترو سيم سحاب في دار الاوبرا المصريه. وكان في كارير، وكان في حتى اغاني بوب كانت نزلت شويه كده، كام اغنيتين ولا 3. بس الناس كانت شايفاني مطرب الاوبرا. وده في حد ذاته اطار طبعا. على فكره في ناس كتير اتظلمت الظلم ده. وده ظلم باين الحقيقه. يعني انا علشان صوتهم حلو قوي، لكن هو في الاخر مطرب الاوبرا. يعني والغريب جدا جدا يعني في العالم كله ده انا اكتشفته فيما بعد، انك بتلاقي ناس هم متخصصين بس يغنوا اوبرا، او خلينا نقول يغنوا الاغاني او الاعمال الموسيقيه القديمه، سواء بقى اوبرا كلاسيكيه غربيه او ده مش المفروض ان يكون عيب. لا بالعكس، ميزه بالعكس. الناس دي خلاص هم ارتضوا لنفسهم هذا الكارير او هذا الخط. يعني انا كنت ملول وحابب اغير وحابب اعمل حاجه لنفسي انا، لان اكيد الاساتذه الكبار اللي سبقونا عندهم اعمالهم وحاجه عظيمه وقامات والى اخره، لكن ده ما يمنعش ان الواحد يجرب وينتج انتاجه الذاتي يعني. فكنت كل ما اروح اعمل حاجه جديده ليا انا واروح اعرضها على المنتجين اللي كانوا موجودين وقتها، بس انت مطرب الاوبرا يعني فكره متاخده عنك يعني بتاع قديم وعبد الوهاب ويابور قول لي يعني كده ورا بعض. مطرب الاوبرا بتاع قديم ويابور قول لي. فين وفين لغايه ما توفقت لقيت شركه كويسه جدا ميراج لصاحبها الملكه في وقتها استاذ سامح عادل، وعملنا ألبوم جماعي من مطربين دار الاوبرا. وكان الهدف الحقيقه ان احنا يعني نقول يا جماعه احنا عندنا اغاني خاصه ودمنا خفيف، يعني مش كلاكيع، يعني مش بس عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم. مش معنى ان انت مغني انت بتغني عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم ده. ايوه لا مش معنى ان انت نرجع تاني بقى كانت وصمه يعني. لا هو مش معنى ان انت بتغني اوبرا يعني معناها لازم اغاني تقيله، لا انت واحد صوتك حلو ودارس وفاهم كويس. المهم ان الالبوم يعني ده نجح جدا، وبقى كنا 4، وحتى الغنوه اللي كانت الهيت يعني كانت فضلت هيت فتره طويله يعني كام ليله، مش فاكر الناس ممكن تفتكرها يعني لو اذعتوها. بعد ما بدات ابقى افكر عايز اعمل البوم خاص ليا انا بتاعي انا، طبعا عراقيل يعني فظيعه. والحقيقه انا ما كنتش مش اجتماعي قوي يعني. ما عندكش علاقات؟ عندي علاقات لكن ما بعرفش اعتني بيها. تستثمرهاش؟ لا ما بعرفش اعتني بيها، بمعنى انا ما بحبش اسهر، ما بحبش اخرج كتير، احب اقعد مع العود بتاعي كده اكتب حته مزيكا، اكتب مش عارف كده يعني ده شاغلي الشاغل يعني. فكان برضو من ضمن الحاجات ان انا واخد جنب طالع فيها مغرور، تنك، الحاجات اللي بتتقال دي، وانا مش كده خالص. انا كنت بحب اخد جنب يعني. ده على جانب الكارير بتاع الغنى واخره. اما بقى في المعهد العالي للموسيقى العربيه، انا لما حبيت اعمل رساله ماجستير حبيت اختار موضوع يناسبني ابقى اشتغل فيه وانا مبسوط. بس للاسف القائمين يعني على القسم، انا خريج معهد عالي للموسيقى العربيه تاليف موسيقي ونظريات، ما حبوش الموضوع يعني، او حبوا يفرضوا موضوع تاني والا مش هيحصل موافقه على الرساله او على موضوع الرساله. فزهقت بقى سافرت. يعني استقلت. بقالك كام سنه في سويسرا بقى؟ انا دلوقتي بقالي 16 سنه. 16 سنه. يعني الكارير بتاعك هناك ايه؟ موسيقى برضو؟ طبعا. انا بغني هناك. عملت ثلاثة باندز يعني. اول باند كان مع عازف ايقاع اسمه تيتوس بيلفالد، وعازف بيس جيتار شهير جدا اسمه بيورن ماير. اول البوم كان 2012، لاني طبعا انا سافرت مشيت منها 2008. بدات الدراسه هناك الماجستير تاليف موسيقي. كانت ايام صعبه قوي يا دكتور والله العظيم. لا انا بقى عايز الغربه صعبه قوي. لا عايز اخفف شويه. انا عايزين نسمع حاجه. طيب يلا. وبعدين ده موضوع كبير قوي. ده عايز حلقه لوحده بجد. لا 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 كده ما ينفعش، كده ما ينفعش، كل ده لا 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 ايه ده؟ على فكره عايز اقول لك على حاجه، انت عارفه وائل راح لكام مقام وهو بيغني الاغنيه دي من اصعب اغاني عبد الوهاب.
عبد الوهاب ده استاذ، الله يرحمه ابويا. اللي ما حدش ما في، انا بتحدى ان في مطرب في مصر النهارده يعرف الا علي الحجار اللي يعرف يغني الاغنيه. استاذنا وحبيبنا استاذ علي، ما شاء الله صح؟ عليك. مش انا قلت صح؟ يا سلام. ولا مطرب تاني يعرف يغني الا علي الحجار. يا سلام على استاذنا وحبيبنا استاذ علي الحجار. يا سلام. انا اول اغنيه حفظتها في حياتي لمطرب كبير كان الاستاذ علي الحجار وانا عندي 6 سنين. 6 سنين؟ 6 سنين، وكان وقتها شريط اعذريني. اعذريني. انا بس انا مش فاكر، يعني مش فاكر كلماتها. مش فاكر. انا في اغنيه نفسي تكون حافظها. انت وحظك بقى. هي لخو علي الحجار. عود. الله، حلوه. استاذ احمد الحجار. انا من عشاق هذه الاغنيه. اغنيه جميله طبعا، بس انا مش معايا كلها. خد بالك يا دكتور، انا بقالي كتير بره مصر. فيعني الحاجات اللي انا بلعبها معاكم دي انا فرحان، وانا شايف ان في ناس قاعده. ده انت مستمتع. يعني لا لا انا مستمتع وانا بغني، ومستمتع ان انتم مستمتعين. يعني انا فرحان جدا ان انا مش احنا بس، احنا كل مشاهدين قناه الشعب. يا ريت يا رب. لا ان شاء الله. لا انا عارف كويس جدا. اصل بص، الشعب المصري ذواق للموسيقى، مهما سمع من فن هابط، لكن عند الجد صحيح. وعند الكلام الحلو والموسيقى الحلوه بنقف انتباه. مهما تلوث السمع لسه برضو في حته جوانا. بس انا الحقيقه نفسي ما تسافرش تقعد معانا هنا في مصر. يعني مش عارف اقول ايه. انا عندي هناك بنيت حاجه مهمه، وتعبت جدا جدا جدا، لان خلاص تبقى بين هنا وهنا. هو ده بقى، دي الخطه ان شاء الله في المرحله الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وانت كمان سفير الاغنيه العربيه في سويسرا، دي حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب احنا عشان الوقت بيجري، فانا النهارده عايز استغل كله غنى. يلا بينا. هو حافظ طيب اللي بنى مصر؟ هو يقول بقى، هو يقول. طيب انا مش عايز. طب لحظه واحده. هو عشان هو اختياراتنا ما تحصروش في حاجه معينه. هحاول الاقي حاجه تانية. يا ريتنا كنا مع بعض من اول الله يخليك. مع الاسف الشديد دايما الوقت. الله يخليك يا دكتور. بس على فكره احنا هنعمل مفاجاه، بس مش هنعمل عنها النهارده. تمام. هنعمل عنها في يوم تاني ان شاء الله. شرفتنا بجد. انا اللي متشكر جدا والله على وائل سامي الخولي من مطربين مصر الجمال المغتربين. وامتعتنا حقيقي. الله يخليك والله يخليك. اول مره مروه ما تغنيش. لا على فكره غنيت. على فكره انا غنيت. اول مره ما تغنيش مع مطرب بيغني. ازاي؟ مكسوفه تغني. حلاوه الغنى. هو في احنا من الغنى مع بعض؟ ده انا صوتي تحفه. هي طول الحلقه بتغني. تمام. طول الحلقه مع اي مطرب تغني، جت معاك انت ووقفت خافت. لا انا مش خفت، انا اتشديت لدرجه ان انا لساني اتقفل. يعني لا لساني سكت تماما حقيقي. والله انا ما عارف اقول لك ايه، امتعتنا وعيشتنا في جو جميل، وكمان الساده المشاهدين اعتقد كمان امتعتهم. شكرا يا وائل، شكرا كتر خيرك. شكرا دكتور، شكرا مروه. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهارده، على وعد بلقاء غدا ان شاء الله في الساعه 11 انا وزميلتي العزيزه فيرجينيا قناه الشمس مروه سليمان في ليالي الشمس.